تخيل معايا إن في ملك جه من الصحراء من أرض بعيدة مش مصرية، لكن دخل قلب مصر مش بس بالحرب بل بالحكمة والدهاء. ملك اتحفر اسمه في جدران المعابد واتكتب عنه في كتب الديانات. مين هو الراجل اللي التوراة ذكرته باسم شيشاق؟ ازاي قدر يوحد بلد كانت مفككة ومليانة صراعات؟ وايه سر الحملة العسكرية اللي خرج بيها وأرعب بيها الشرق الأدنى كله؟ النهاردة هنتكلم عن قصة الملك الليبي شيشنق الأول اللي حكم مصر وساب وراه تاريخ لسه العلماء بيحاولوا يفكوا شفراته. لو كنت من محبي المحتوى القصصي والتاريخي هتستمتع جدا في القناة هنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك إشعار بحلقاتنا. وتعالوا بينا نكمل قصتنا. في حكاية غريبة كده محدش بيحكيها في الكتب الدراسية ولا حتى في الأفلام الوثائقية اللي بتتكلم عن الفراعنة كأنهم من كوكب تاني. الحكاية دي بتحصل على حدود مصر من ناحية الغرب في الصحراء اللي ما بيننا وبين ليبيا. زمان لما كانت الصحراء الغربية ساحة معارك مش بحر رمال، والليبيين ما كانوش جيران عاديين، دول كانوا خصوم وغزاة وبعدين حلفاء وبعدين فراعنة. والله مش بهزر، دي قصة ناس جم يهاجمونا بالسيوف وفي الآخر بقوا يحكموا باسمنا، ولبسوا التاج ووقفوا جنب تماثيل أحمس ورمسيس كأنهم من سلالة حورس شخصيا. طيب إزاي ده حصل؟ علشان نفهم القصة من البداية خلينا نرجع بالتاريخ شوية لورا، تحديدا لعصر الحكم الفرعوني في مصر وتحديدا للأسرة ال 22. زمان في عصور ما قبل الفيسبوك وقبل حتى العجل والعجلة بتوع ولاد العم اللي انت عارفهم، كانت مصر غنية إلى أبعد الحدود، فيها نيل بيجري وسط الصحراء وذهب وأهرامات وشعب منظم لدرجة إن عندهم وزارة للري وواحد ماسك شؤون المقابر، تخيل. وفي حدودها الغربية كانت في قبائل بيسكنوا الأراضي اللي بقت النهاردة اسمها ليبيا. من القبائل دي كانوا قبيلتين، الليبو والمشوشة. دول مش بس ساكنين صحراء، دول مقاتلين أشداء وأقوياء بيتحركوا بخفة، وكان عندهم طموح إنهم يسيطروا على أراضي مصر وخصوصا منطقة الدلتا اللي فيها مية وخير وخضرة وكل اللي يحبه قلبك. وعشان كده كتير من قبائل شمال أفريقيا كانت بتخطط لنفس الشيء. أول حاجة بيفكروا إنهم يتحركوا ناحية وادي النيل. القبائل دي ما كانوش مجرد بدو تايهين، لا، دول كانوا منظمين وعندهم زعماء أقوياء وعارفين يخطبوا في الناس ويحمسوهم، وكانوا بيشنوا هجمات من وقت للتاني على مصر. بس الهجوم الأشهر والأكبر حصل أيام الملك رمسيس الثالث. الراجل ده كان آخر ملوك مصر الأقوياء في الدولة الحديثة، وحكم في وقت صعب جدا حوالي سنة 1180 قبل الميلاد. يعني كانت مصر بتواجه أزمات داخلية وحروب في كل الجبهات، ومن ضمنهم هجمات الليبيين. في نقوش على معبد الكرنك بتوريك المعركة اللي حصلت، بتشوف الليبيين وهم داخلين من الغرب ومعاهم تحالفات من شعوب بحرية، وكانوا بيدقوا طبول الحرب ورافعين سيوفهم وكلهم ثقة إنهم هيكسروا الجيش الفرعوني. بس رمسيس الثالث ما كانش سهل، طلع لهم بجيش تقيل منظم ومعاه خبرة سنين في القتال، وحصلت معركة ضخمة في غرب الدلتا اللي اتسمت بعدين بمعركة الليبيين والمصريين. قدروا ينتصروا باكتساح، الجثث كانت مرمية في الصحراء والأسرى اترموا في المعابد كدليل على النصر، وبعضهم تم تسجيله بالاسم. انت متخيل انك تنهزم ويتحط اسمك على حيطان معبد فرعوني؟ ده إحراج تاريخي. بس اللي أغرب من الهزيمة هو اللي حصل بعدها. مش كل الليبيين رجعوا بلادهم، في بعضهم قرر يعيش في مصر وسكنوا في أطراف الدلتا، وتدريجيا بقوا جزء من المجتمع. واحد اشتغل في الجيش، وواحد اتجوز ست مصرية، وواحد دخل في سياسة البلد. والزعماء بتوعهم بدأوا يكسبوا احترام وولاء ناس كتير، خصوصا لما حكم مصر بدأ يضعف في الدولة الحديثة، وساعتها البلد دخلت في مرحلة انتقالية اللي فيها السلطة بقت مشتقة وكل إقليم عايز يمشي حكمه بنفسه. وهنا ظهور دور الليبيين بقوة، وبدأوا يكونوا نخب محلية لدرجة إنهم اتحولوا من غزاة لحماة، وده مش هزار. واحد من الزعماء دول كان اسمه شيشنق، كان من نسل الزعماء الليبيين اللي عاشوا في مصر. والراجل ده ما كانش طموح وبس، لا، ده كان سياسي مخضرم، لعبها صح، كون تحالفات ونجح في السيطرة على الحكم، وبقى كمان فرعون مصر سنة 945 قبل الميلاد. وبدأ عهد جديد اسمه الأسرة ال 22، ودي أول أسرة ليبية تحكم مصر بشكل رسمي. وشيشنق مش بس حكم، ده كمان وسع نفوذه، وفي بعض المؤرخين بيقولوا إن هو نفسه اللي دخل القدس في عهد النبي سليمان، وولاد العم كتبوا عنه في التوراة باسم شيشق. وده بقى كان المشهد اللي يقولك إن اللي حصل مش مجرد غزو وخلاص، ده كان تغيير في تركيبة الحكم نفسها. الليبيين بقوا فراعنة ولبسوا التاج الأبيض والأحمر وبنوا معابد،
وكتبوا أسمائهم بالهيروغليفي، وكل ده من غير ما يلغوا أصلهم. يعني تقدر تقول إنهم كانوا فراعنة بس بنكهة صحراوية. طيب ليه المصريين ما اعترضوش؟ ببساطة لأن في اللحظة اللي انت بتكون فيها عايز استقرار مش بتسأل عن الأصل، بتسأل عن القدرة، عن اللي يقدر يحمي الأرض ويدير شؤون البلد. والمصريين لقوا إن الليبيين في الوقت ده مؤهلين فقبلوهم. وده يورينا قد إيه المصري شعب عملي، طول عمرهم عندهم فكرة المصلحة الوطنية أولا. وفي وسط كل ده تفاصيل صغيرة بتوريك قد إيه الدمج حصل بذكاء. يعني مثلا بعض الأسماء الليبية اتكتبت بشكل مصري، والزي اللي كان بيلبسه ششنق فيه لمحة من اللبس الليبي بس متفصل على الطريقة الفرعونية. والمعابد اللي اتبنت في عصره كانت مكملة لفن المعمار المصري بس فيها رموز ليبية في الزينة. زي ما تقول كده كوكتيل سياسي ثقافي خلى المصريين يحسوا إن فرعون بس برؤية جديدة، وفي نفس الوقت خلى الليبيين فخورين إن واحد منهم وصل للقمة. واللي يغيظ بقى إن القصص دي مش بتتقال في مدارسنا، مع إنها من أقوى الأمثلة على التعايش والتأثير المتبادل بين شعبين جيران اللي التاريخ الحديث بيحاول يفصلهم. لكن الحقيقة إنهم مرتبطين ببعض من آلاف السنين، مش بس في الجغرافيا لكن في الدم والحكمة وفي المعارك وفي الحكم. النهاردة وانت بتسمع القصة دي خليك فاكر ان دايما الحدود المرسومة على الخرائط ما بتلغيش التاريخ اللي مكتوب في القلوب. الليبيين ما كانوش غزاة بس ولا ملوك بس، دول كانوا جزء من نسيج حضارة مصر، ساهموا فيها وتأثروا بيها وساهموا في استمرارها وقت ما كانت بتنهار. وده أكبر دليل ان الشعوب لما تقرر تتعاون بدل ما تتصارع بيطلع منها أعظم قصص التاريخ. بكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، واستنى قصص تانية من أعماق التاريخ. وقريب جدا هنحكي عن الأسرة الكوشية اللي حكمت مصر من السودان. سلام.